الخطاب أنا شلون أأسسه. لحد الآن عندي ورقة بيضة شلون أبدي أكون هذا الخطاب. أنا أعتقد أن رقم واحد في الخطاب، في الفيلم، في المسلسلات، في كل مكان، في المسرح، دائما رقم واحد الفكرة شلون تجي بالكتابة. دائما رقم واحد هو الكتابة. كتابة النص اللي انت بتلقيه او النص اللي راح يكون مثلا مستقبلا على سبيل المثال فيلم مسلسل، دائما الاساس دائما وين يكون في الكتابة. نحاول نبدا كمرحلة اولى ان شلون نكتب النص الخاص فينا. احنا متعودين مثلا لما نشوف فيلم ونشوف في نهايته تويست بسيط، ان نهاية غريبة غير متوقعة، نقول المخرج خطير شلون جاب هالنهاية غير متوقعة، بينما المخرج هو ما له يخص. دائما الاساس هو كاتب العمل، دائما الكتابة هي اساس اي عمل. هاي الورشة طبعا ليس لها علاقة يعني دائما هي وجهة نظر شخصية ليست بالضرورة تتفق مع توست ماستر، بس هذا التنويه. لو قلنا الحين مثلا احنا هني في بناية ليدرز، كم طريق عندنا حق يودينا للبناية. مثلا عندنا اذا انت جاي من توبلي سهلة على شيخ عزيز، عندنا من الجهة الثانية منامة، عندنا مثلا حتى من المصلى. خلينا نقول عندنا 3 طرق مثلا، يعني عندنا حوالي 3 طرق. أنا شلون الحين بحاول أكون لكم خطاب في 5 دقائق من شيء بسيط يعني جدا، عن واحد رايح بناية البدر، واحد رايح بناية ليدرز. تخيلوا وياي الحين مثلا على سبيل المثال أنا جاي من جهة توبلي ورايح على الشيخ عزيز وجاي إلى شنو ممكن المعوقات اللي تصير؟ الزحمة بعد. مثلا تخيلوا أي شيء يكون في السيارة، ايش يكون في السيارة؟ تبنى في السيارة مثلا ما فيها بترول، ولع البترول. ليش ولع البترول؟ لأن نسيت أصب بترول أمس. ليش نسيته؟ لأنك كنت جاي من الشغل متأخر. لأنك جاي من الشغل متأخر، لأنك مثلا زوجتك استعملت السيارة قالت لك لازم تصب بترول وأنت نسيت ورحت متأخر. ليش أنت تأخرت في الشغل؟ لأنه صادق أوفر تايم، وبالتالي مثلا أنت صادق الشجار مع هاي شوفوا هذا كله كوناه من شنو؟ من مجرد فكرة بسيطة. ممكن على هاي الفكرة احنا نقيس وناخذ ونعطي. أبيكم تفكرون وياي في شيء، يعني خلينا نقول انتم، انا هني في خطابي انا اتكلم عن التصميم الجرافيكس كوني يعني مختص في هذا المجال، وغيري يعني يمكن اللي ما عندهم خبرة بالنسبة لي اسئلتهم تكون شوي غريبة. فعلى هاي الاساس بنيت هذا الخطاب. انتم اليوم كلكم عندكم اختصاصات معينة، سواء في عملكم، في شغلكم، في عندنا رسام، في عندنا محامي، في عندنا مهندس، فكل واحد عنده اختصاصات في شغله معينة. دائما مثلا يتلقى في اليوم أسئلة غريبة، أسئلة هي بالنسبة إليه بديهية، بس بالنسبة إلى الآخرين تكون شيء جديد، يعني أول مرة يسألون. على سبيل المثال أحد الزملاء يشتغل في الاي تي اللي هو هيلب ديسك، اللي نسميه احنا هيلب ديسك، فيتلقى اتصالات يوميا. فمرة قال لي واحد إن عندي مشكلة في الكمبيوتر، إن لما أطفي اللابتوب الشاشة تصير سوداء. مرة واحد بعد قال لي عندي مشكلة ان الحين احرك الماوس لما اوصل لنهاية الطاولة خلاص الماوس في الكمبيوتر وصل للنهاية. فوش اسوي في هذا؟ فبتتلقى اسئلة غريبة بالنسبة للاخرين تكون مثلا ديفيكلت او صعبة، بالنسبة لك انت تكون. فكل واحد يفكر في شيء معين، في موقف معين، يحاول عليه يبني الخطاب ماله. يلا فكروا، نعطيكم كم تحتاجون؟ دقيقتين؟ سوي لي دقيقتين.
الحين فكرت تفكر ولا وكل واحد بعدين بيحاول يقول لنا في شنو فكر يعني. بس في سؤال غريب مثلا يوصلك يوميا او يوصلك او وصلك من قبل او باجي إلى في الرسم اكيد بعد واجب تجيك. باجي إلى الاجتماع، شفت روحي إني رحت مكان ثاني على طريق متعود عليه. صح. الصيف يعني انت مثلا معروف بالنسيان. مثلا يقولون لك ليش كلها تنسى وكذي يعني. هني شوف من جمله واحده انت تقدر ترى تكتب صفحه كامله من سطر واحد. انا ليش اقول لكم هالكلام؟ لان هذا الكلام انا قاعد اقول كلام من الخيال، فما بالك من الشيء الواقعي. اي قد انت بتبدع. انا قاعد اقول لكم هذا كله مجاز، ان نتعرض الى السياره بالندى، انك هذا كله شيء خيالي، فما بالكم بالشيء يعني. دائما في كل خطاب في جزء عندنا اللي هو حقيقي 100%، وفي دائما على الاقل من اللي انا شفته على الاقل 30% هذه ما صارت اصلا. هذه من اضافات الخطيب. مو غلط يعني، بالعكس هذا الشيء يعني. مثلا زهير مره تكلم عن مشاجره صارت في القهوه بين مشجعين ريال مدريد ومشجعين برشلونه. ربما المشاجره هي تكون فقط تلاسم بالكلام. زهير شنو حورها؟ حورها ان الكراسي طارت والناس قامت تختبئ تحت الطاولات وغيره، عشان ان القحطاني مثلا في خطابه اللي فاز به على العالم ان صديقه خلاص صار بسبب كلام والده، تاثير كلام والده السلبي صار مدمن شرب. بس هل بالضروره ادمان الشرب يؤدي الى الوفاه؟ وخلاه في النهايه انه خلاص اعطاها نهايه دراميه انه توفى، بينما يمكن حاضر قاعد يطالع خطابه. فدائما في جزء 30% غير حقيقي. السيد حسن في خطابه مثلا عن الصلاة، يمكن انه سألوه في المسجد ان صليت ولا ما صليت، بس هو شلون حورها؟ قال سألنا سيد فلان سيد فلان أعمى، سيد فلان كان أصمخ. فالإضافة اللي جابها أيضا كانت جميلة. فكرتون ولا ما فكرتون؟ في أحد ببيت ويعني يعني مهنة محاماة أكثر سؤال كله يجيني يعني يجيك واحد يقول لك بيقولها بصراحة العبارة بتعلمني بالقانون. زين أنا اللي دارس أكيد يعني لا أعرف منها. جينا وتسولف وانا شوي اللي يصاب الاي تي وشو جي ليش مساعة تلفوني فل؟ ادخل على التلفون اقرب الواتساب 20,000 صورة شنو؟ صباح الخير. او ادخل شنو الصفة على الالعاب على هذا مجود الولد منزل له 50 لعبة هو ما يدري. تاني يسأل ليش مساحة التلفون واجد فل؟ هذا مثلا. جميل. سيد عندك شيء؟ يوم من الأيام اشتريت لزوجتي تلفون جديد، كان فترتها يعني غالي، يعني ذيك الفترة كان تلفونات يعني دامئة غالي، فكان تقريبا 70-80 دينار شيء كذي. يعني بالعادة ذيك الفترة كان تلفونات 20-25، يعني مو هذه. يعني الحين هاي ابو ال100 كان الحين مال الايفون ابو 450. فاشتريته وفي نفس اليوم او يوم ثاني وهي تصلي بنتي اخذت التليفون حطته في الماء. جميل. احد عنده؟ واخترع. تفضل يا ابني. وصلت كنت انا ما اسوي شيء لانه مو انا اللي دافع البيزات. أنا عندي صفحة عن توعية اضطراب ال ADHD ومهتمة في البالغين، فدائما تجيني يعني أسئلة يعني بالنسبة إلى النواحي البالغ يسألها لي، إن أحس يعني خلاص إحنا وصلنا مرحلة المفروض أنت تعرف إن مثلا ال ADHD اضطراب مو مرض، فكانوا يقولون لي إنه مرض ال ADHD. هاي أكثر كلمة كانت تتكرر علي في الخاص. أو إذا يقولون لي إنه ما يصيب البالغين يصيب بس الأطفال، أو إنه يكون هذا خدعة أو
لامريكا دائما هاي الاشياء تتذكر يعني. زين، انا مثلا كتوست ماستر تجيني مثلا اسال عن التوست ماستر، شنو التوست ماستر؟ شنو مثلا هل هو توست؟ ايش علاقه التوست جهاز التوست؟ هي تسوي صح نطلع اجيك اقول لهم لا مثلا جروب نتحدث وهذا اللي يقول ها يعني نفس مال المخدرات. كراس اقول له لا فيتي خطاب تقييم ولا يقول لي نفس مال المخدرات يعني. بالضبط يعني على جروبات الزراعه. عرضنا الان خطاب وش نعرض بس المقدمه. مقدمة تكلم عنها. طبعا هو ليس خطبه عربيه انما خطبه فكاهيه. بس هي فيها مقومات العربية. الصوت اوكي؟ الصوت اوكي. لا في البداية بدون صوت. بيان رقم 1. أعلن محمد إنه بعد مضي أكثر من 10 سنوات في مجال التصميم الجرافيكي وبعد تلبس الجلال وتقوس ظهري وضعف بصري أني وفي قرار لا رجعة فيه سأتوقف عن التصميم مجانا. هذا وعد الله وأنا فيه راجعون. سيد العريف، النواب الكرام، مساء الخير. طبعا هذه المقدمة كانت يعني خلينا نقول شرارة بسيطة لبدء الخطاب، انه مو سيدي اجي مثلا السيد العريف الاعضاء الكرام مساء الخير، لا احطهم ايش فيه مقتطف بسيط يكون هو جوهر الخطاب بس من غير ايضا ما تحرق الخطاب، يعني تعطيهم نفس الشرارة اللي نفس السويتش اللي تشعل بخطابك. هو يصح نسميها مقدمة أو افتتاحية؟ افتتاحية. افتتاحية استهلال على قولتهم. حد عنده الحين وقت اللي ابتدأ الفيديو كان في شيء قبل له هو كذي من ابتدأ؟ هو من ابتدأ. لا كذي صحيحة بدايته من بداية كذي. لأن اللي يصور ضرب زوم في الزوم بعض الكاميرات مسجل الصوت. هو انت سويت شغله وايد حلوه، انا احس ان انت يعني استغليت الوقت فيها افتتاحيه حق انك توصل اكثر من رساله. بدات كانك محن الظهر كنا لا؟ ايه يعني كانك تقول ان انا اكو ما تكلمت انت هنا، انت ما قلت ان انا تعبان من التصميم ولا ان انا متكسر كذي، بس اي واحد بيشوفك محن من الظهر بيفكر بيقول هذا يعني ليش محن من الظهر، فاول ما تتكلم بيبين ان انت جاي اوريدي تعبان من التصميم. فهذه انا احس وايد شغله تمام. ملاحظه جدا رائعه. حسيت لما انت وقت اللي ابتديت منحني الظهر بس بشكل واجد، يعني واجد. فهني وش حاله التعبير اللي تبغى توصلها في هذه الحنيه بهذه الشده؟ مثل ما قال زوج الناشئ، تعب الارهاق من التصميم بشكل مجاني يعني ادى مثلا الى هذا الارهاق. بس طبعا انا طبعا كوني اشتغل شوي في المسرح تشوفون التصميم لغه الجسد شوي مبالغه فيها. هي طبعا في التصميم الثلاثه غير مطالب بهذا، يعني انا بتشوفون هنا مبالغ فيها بشكل جدا كبير. انت مطالب بشكل يمكن حوالي خلينا نقول 30% من الموجود يعني. بس هذه شغله يعني مهمه، يعني ان انت شلون
ساعات تسوي حركات بالجسد بس انت ما تتكلم فيها، يعني انت تكبر رساله توصل بس بالجسد. صحيح، يعني اللي هو الايماءات الجسديه وهاي الامور. واكثر صوت يبين انه صوت رائد عجوز. ايه يعني بعدين الصوت خلاص انت خلاص الحين خلاص. الحين تجي في بالك فكره ان الرجال صمم مجانا لما قال بس. طبعا نبرات الصوت من الاشياء اللي يعني ممكن تودي الخطاب فوق او تطيح حبه تحت، كله يعتمد على نبرات الصوت. يعني حتى لو انا مثلت هذا كل التمثيل بالجسد ونبرات صوتي ما كانت مناسبه، خطابه ما منه فائده. فنبرات الصوت دائما تكون تمشي ويا لغه الجسد، مع بعض يمشون على حسب لغه الجسد شلون تكون نبرات الصوت تكون زين ليش تمشي معها. بديت بصوت شاعر؟ ها؟ ليش بديت بصوت شاعر في البداية؟ لأن قلت له وضعف بصري وتقوس ظهري وغيره كذي، يعني هاي الأمور يعني إنه خلاص وصل لمرحلة إنه تعب يعني هذا المات بشكل. يعني هنا يبين ان انت في الاساس كبرت لو التعب، يعني الكبر لو التعب. اثنين فوائد. يعني انت بتتعب ما تكمل. والتعب بس على قولتهم ضربته في 10 فأدى إلى بدون مقابل. أدى إلى هذا النحو يعني على الأقل المقابل ما أسمع. هذا الخطابة في البداية الافتتاحية صار كأنها مثلا مشهد تمثيلي مثلا. مشهد تمثيلي بالضبط. فاحنا في التوست ماستر في الخطابات، بعض الخطابات مثلا فكاهية او شيء، هل احنا مطلوب منا مثلا لا أنتم او المفروض انه ما يكون يبين انه هو تمثيل، المفروض يكون خطاب. أنتم مطلوب منكم مثلا الإيماءات الجسدية تؤدي الغرض. بس ما تكون مثل ما قلت بنفس الصورة. أنا دائما أقول ويش إن إحنا لحظة اللي نلقي مثلا بنستعمل الإيماءات الجسدية في الخطاب، يكون مثلا عندي خيارين. على سبيل المثال بتكلم عن التدخين، عندي خيار إن أجيب الجيجارة فعلا، وهذا أنا أشوف فيه تكلف، أو إن أنا أوهم الجمهور إن أنا فعلا قاعد أدخن هني. إذا حسوا الجمهور بتعابيري قدرت أوصل هاي الرسالة مجرد تعابير، هذا بتكون جدا أقوى. يعني مثلا في القحطاني يجيب في البداية فقط الجيجار، لكن بعدين لما يتكلم عن الشرب شلون نتكلم عن الشرب والإدمان كله بإيد واحدة، بإيد. طالع خطاب القحطاني مرة مرتين ثلاثة، لأن هذا يعني جوهر لتوست ماستر كامل. الشرب والتبطيل كله بالايد. بعدين حتى لما وصل الى الانعاش تك 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 لما حد خلاص مات الرجال كله تمثيل. فهني أنا دائما اقول ان انا شخصيا اتوقع ان الافضل ان نبتعد عن التكلف وجعل. اوكي بنجيب ادوات مساعده في الخطاب، بس ما تكون كل الخطاب ادوات مساعده، لا نعتمد عليهم بشكل، ونعتمد ايضا على ايماءاتنا الجسديه بشكل اخر. بس هل هو التكلف ان انت اذا جبت الشيء لو بطلته؟ لا انا اشوف من وجهه نظري التكلف انك اذا جبت الشيء، بس طبعا مو ان شيء واحد وهذا، لا انا اقصد المبالغات. في ناس مثلا انا في احد الخطابات في واحده انتظرناها حوالي 10 دقائق بس عشان تعلق الاشياء اللي جابتها من البيت، تعلقهم تحت وفوق وما ادري ستاركتشر مسويه ديكور، جابت ديكور مسرحيه يعني 10 دقائق بدون مبالغه، 10 دقائق قاعدين ننتظرها. بعدين بدات الخطاب. فدائما انا اقول الايماءات الجسديه اقوى، ابسط، المتلقي اصلا توصله بشكل اسرع من ان انا اتكلف واجيب. مثلا بتكلم عن المطر، مو شرط اجيب مظله يعني مثل ان انت بردان، ان انت كذي، ان انت طاح عليك كل هذا. هاي الطريقه. القاعة تقدم خدمات مجانية، خدمات دون مقابل. كم مستانسين. ليش؟ قبل 5 سنين اعلنت على صفحتي في الفيسبوك اني ما راح اصمم اي تصميم او اعلان مجانا بعد اليوم. فجأة السؤال الشهير،
بعد المقدمة أول شيء سويته أن سألت الجمهور سؤال: كم واحد فيكم مقدم خدمات مجانية؟ ليش؟ أولاً أبي أشبك الجمهور وياي بالخطاب، أبي أكسب يعني تفاعلهم. رقم اثنين أنبيهم يحسون أنا ترى الحين بتكلم عنكم، بتكلم عنكم أنتم يا أصحاب اللي تقدمون خدمات مجانية، يلا التفتوا وياي أنا الحين راح أتكلم عنكم. كثيرة من ضمنها مثلا انك لما تطلب من تصميم او اعلان ما توقف ولا تعديلات، تعليق 1 2 3 4 5 10 20 30 70 100 200 300. وحتى بعد التعديل رقم 1995 بعد تطلب مني تعديلات ثانية. بس لو سمحت ليش ما نعدل التصميم؟ ركز، نشيل الثالثة أصلاً بدلها الثالثة ضغط. اسألني ليش؟ الحين ما بيعصبني. الأذان يحتاج الساعة 5. لما تكون مهندس او شاعر او رسام او طيار انا احترم مهنتك ما اتدخل فيها، لكن فقط لما يتعلق الشيء التصميم انت تسال كل اللي في الكره الارضيه عن رايك في التصميم، بنتك زوجتك الجيران خباز ما شكاك كل ما السالفه ايش رايك في التصميم؟ زين والله ما تحتاج مشروع. تصميم ممتاز، بس يجعلني ملاحظة عليه. ليش ما زلت الألوان حقت أخضر؟ بنفسجي وبرتقالي وأحمر ورمادي، حسسني بالحياة يا أخي. إن شاء الله التصميم القادم راح يكون وسط لا تسكت. بعدين تقول الخط بس استعملت يا اخي ميت احد استعملها. ليش ما استعملت الخط الحلزوني؟ تعرفها؟ انت مسلم اكيد تعرفها. لا والله يعني اول مره اسمع، بس يمكن على المؤاخذه مصمم ما اشتغلت في التصميم من قبل. ان شاء الله السنه الجايه في المدرسه. في خدعة أو حيلة أو حركة يسوونها المصممين، هذا اعتراف من القائلة، بيحاول الكاستمر أو العميل أو المدير مثل عنها تعديلات غير منطقية، تعديلات مثل الألوان بس قزح والخط الحلزوني. المصمم شو يسوي بعدها؟ يسوي نسختين، النسخة الأولى اللي هو يفخر لما صممها يراويها الجميع لأن تحكم من أعماله، النسخة الثانية اللي حسب تعديلات العميل والكاستمر، التعديلات المضحكة، التعديلات الغير منطقية، ويراوي العميل النسختين، لكن يجتهد قدر الإمكان بأن تكون النسخة بأكبر قدر ممكن من البشاعة، بحيث أن أي إنسان طبيعي، أي إنسان سليم العقل مجرد يشوف النسخة الثانية ويفهم منها أن النسخة الأولى باختلاف. وقت حبيبي. آخر مرة صار شيء غريب، شيء لحد الآن أنا مستوعب منه. الكاستمر شاف النسخة الأولى أداها على النسخة الثانية، قاعد يطالع فيها، طالع فيها، يحرك راسه كأنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا خلاص جيت بعترف له اللي سويت فيه، فحرك راسه مرة ثانية. واو هذا بالضبط اللي أبغيه. محمد ساعد أحس إنك تطلع أفكار.
اليوم ان انا احاول ان امارس هذا التصميم اليه، لكن هو ما راح يكون هذا التصميم طبعا عنه. مرات يتصل بي احد الاشخاص، هذا النوع من الاشخاص والعلاقات في منطقه السلام عليكم السلام، شو اخباركم؟ هذا النوع من الاشخاص اللي لما تشوف اسمه في التليفون تقول هذا من بعدين يقول هذا ما توفر، هذا انا طرشت عيد امبارح ما رد علي، شو بدهم يتصلوا؟ انا بس صديقي فارق محل ذهب ومحتاج تصاميم لعمل فقير استيراد. محل ذهب فقير أنا كذا لا تسمح لأي كان بأن يبخس حقك أولهم أنت، لأنك إذا بخس حقك تسمح للآخرين بأن يبخسون حقك، لأنك إذا بخست حقك تصير حالك الحالي يعني بعد 5 سنوات من بيان الأول تكتب بيانات. هذا أنا مجددا محمد ربي ركب على السات. ولأن حال المصمم لم يتغير فأنا أقترح استبدال الاسم بالمصمم يرفض. لا بأس به. لأن الكل يريد أن يستفيد منه وبالمجان. هذا طبعا في خطأ كبير في هذا الخطاب، وهو أنا أخذت راحتي بما أنها هي ليست مسابقة وليست مجرد احتفالية ودعوة إلى مجموعة من الأصدقاء والنواب وغيره، فالخطاب تقريبا حوالي 9 دقائق أو 10 دقائق يعني، بس المفروض لو بشارك في مسابقات ما يتعدى 7 دقائق. بس إلى هنا الحين نرجع لنص لمن؟ لا في أسئلة. في أسئلة؟ تفضل عند أي سؤال. لاحظت أن في الأخير ختمت مثل البداية، يعني نفس النبرة نفس الطريقة نفس هذا، وش الغرض؟ هذه حركة طبعا واجد موجودة في التوست ماستر، إن شلون احنا نربط البداية بالنهاية، بتشوفها يعني متكررة في خطابات واجد. أنا أشوفها يعني من وجهة نظري إنها حركة جدا جميلة، بحيث كأن الخطاب كله يكون عبارة عن حلقة واحدة، أنت من ما بديت أنت قاعد تنتهي ترجع على نفس النقطة. يعني هي لعبتك على قولتهم، والجميل في الخطاب بعد التلاعب اللفظي، وهذا مقصود في الفكاهه عن التحديد، يعني انت لازم يعني تهيئ الجمهور بشيء او تمشي بعد مره واحده تصدم بحقيقه صادمه، يعني هذا هل يعني هذا الشيء صعب لو ممكن اي واحد يقول لك يعني هذه الاشياء دائما انا وش اقول؟ دائما لازم نخلي وحتى غير الفكاهه، يعني حتى في خطاب السيد نعم اللي عن التدخين اخر مره كان بالفكره بعد، يعني كان يهيئ الجمهور لشيء وبعدين مره واحده يصدمهم بالحقيقه. دائما وين قوه هالشيء بالتحديد؟ ترى المستمع بسيط، الجمهور واجد بسيطين، طفل، الجمهور عباره عن طفل، انت قاعد تمشي اياه تاخذ بايده توهمنا انك قاعد تجي الى ليدرز، لما توصل ليدرز يطلع انه هو وين كان، مثلا كان في البدر بنايه قديمه، فانت هني لعبتك انك قاعد تمشي بالمستمع تصدمه
هذه الاشياء منها تبهر المستمع، منها تكسر الجمود الموجود في الخطاب يعني. بس هذا هل كثرته يمكن يعتبر قوه لو يمكن يعني على الخطاب العادي ما بدون الفكاهي؟ في الخطاب العادي دائما ما تكون الصدمه بشكل فكاهي. مثلا في خطاب السيد حسن الصدمه بعدين نكتشفها ان ترى هذا الرجال تسبب بحادث الى اخوه، متى نكتشفها في النهايه. فدائما الصدمات او هذا انا افضل انها تكون موجوده، بس تختلف طبعا من الفكاهي الى العام يعني. في الخطاب لاحظت ان وقت اللي كان عندك محاورة قلت صديق صديق صديقي، مو صديق مباشر. فوش الغلط من صديق صديق صديق؟ يعني تمغيط في الاسماء. هذا بعد كان فيها جزء انا حاذفنا من هنا، ان صديقي شافني في البرادة وقال لي انت كذا كذا كذا. الغرض اللي انا بقوله ان احنا مثلا في ناس عمرهم ما تواصلوا ويانا، عمرهم ما يعرفونا، عمرهم ما حتى سلموا علينا. صديقي بعدين يتصلون فينا تعالوا نبي لوجو، والله نبي بروشور، والله نبي بوستر، والله انه هي كناية عن الاشخاص البعيدين جدا. بعيدين جدا مصلحة يعني. وانا بخلق شعور ان انت تشوف ان الشخص ولا دوام من الخطاب. هل انت المفهوم العام من الخطاب ان انت مو من ضمن الشخصيه اللي تكون يعني تقدم خدمه انسانيه؟ يعني انا فهمت انت شطرت المجال الانساني، يعني انت الحين على مستوى الصديق القريب او الصديق القريب شوي شخط عليه. احنا لو تلاحظ يعني انا كخدمتي كمهندس زراعي كونت لي مجموعه من الاصدقاء، ومنشأهم اصدقائي يعني تحديدا، لكن صاروا زملاء. ويوم جيت اتقاعد بعضهم يعني صراحه بكوا انهم اسيويين، وبعضهم سووا لي حفله على حسابهم ودعوني دعوه خاصه وجابوا مسؤولهم الكبير التنفيذي. لو زملائك في العمل يعني؟ لا، من ضمن اللي يتعاملون وياي. فلاحظ ان هذا الجانب الانساني واجد يعني له اثر مو مادي، بس له اثر يعني انساني من جانب ثاني وايجابي. اللي فهمته من خطابك انت كنسلت، حتى انا اتذكر مره طلبت منك بس فكره، قلت لي سامحني ما اقدر اساعد. انا شخصيا ضايق جد، يعني ضايق، حتى قلت له صديقي بس خلاص انتهي الموضوع، لان اصبحنا احنا نتحكى في الماديات. فحتى على مستوى انا اللي وياك 7 سنوات قلت لي اسف ما يعطيك ولا فكره. فما اتمنى من خلال هذا الخطاب ان انت تنسف يعني تطلع من المفهوم. اتمنى انه يكون هو خطاب بس ما افهم انه يكون رساله ان جانب الخير انا اقطعه بشكل كامل، لازم اكون مادي، لازم يدفعون لي فلوس، او ان انا ما اقدر اخدم. فاتمنى يعني هي يعني الفكره اللي في الخطاب ما تكون يعني بهالمعنى الدقيق، يعني تريد جانب الانساني انت قصيته. انا كتجربه شخصيه قلت لي سامحني ما اقدر اساعدك، انا 7 سنوات لا قلت لي ما اقدر اساعدك. اتذكر يعني هذا. فيعني شوف شلون الفكره. بس تعليقا على اللي قلته، اولا بالنسبه الى الخدمات انا دائما ليش قلت صديق ان شخص انت ما التقيت فيه بالمره والان جاي مثلا انه يعني مو شخص حتى انت قريب منه. اما بالنسبه على جانب العطاء انا الى اليوم يعني ما زلت يعني صح ان هالخطاب موجود، بس ما توقفت عن التصميم مجانا ابدا، سواء للمساجد مآتم وحتى لبعض الاصدقاء. القصد هنا لما يجي شخص مقتدر، شخص فاتح بزنس، شخص بيدفع له يعني حوالي يمكن 1000 دينار عشان يصمم الساين بورد، بحوالي ما ادري كم
آلاف الدنانير على اشياء تافهه، لما تجي الى الديزاينر يقول لك لا والله احنا نبي مجانا. ومحل ذهب، انا ليش طرحت محل ذهب؟ هو ما في محل ذهب اتصل، بس ككنايه عن ان الشخص جدا مقتدر، جدا مقتدر وقاعد جايب شيء بالمجان. هني هذا الشيء اللي انحرج منه. رقم اثنين، انه من فوق انك تصمم له بالمجان يروح مثلا يطبع بابيض واسود. انت تعب في اسبوع كامل تشوفه بعدين مطبوع بالابيض واسود، هذا واجد صادتني. او يطبعها على شيء ما يعطي حقه في الطباعه. شوف انت قلت يعني تستفيد من المواقف اللي صارت وتدخلها في الخطاب. يعني الحين تعال تقول واحد تعبان عليه سواء اسود ابيض، اللي يفترض انت لا تستغل خدمتي انا اللي قدمتها له وبعدين تهين هذه خدمتي. يعني ما يعني بعدين لو واحد شافه ابيض واسود هينعكس على من؟ عليك انت. اليوم انت لن تعطي ينعكس عليك انت، فبالتالي لو بينتها هذه بعد في خطابك ان انا قاعد على الديزاينر بشكل جدا ممتاز، انت بعدين مخرجاتك تسويها اسود وابيض، يعني بهالمعنى لو انت دخلتها في مجرد كفكره حتى يصير الموضوع مو من جانب واحد، يصير الموضوع لاكثر من محور. بلى يعني ما يصير بس المحور اللي انت اشتغلت فيه، على الاقل يكون بينت فيه هذه مثلا طريقه الاستخدام، طريقه العرض، مثلا الشخصيات اللي يجونا. انت كذي انت بهالطريقه كعنوان عام كأنه نسفت الجانب اللي قلت لك، يعني كالعنوان الكبير نسفته، وجهته بس الى كذي حتى المستمع اللي يسمع يفهم منك من خلال كلامه والله انا مو ضد الفكره، فكره العمل. يعني الحين عندك يعني جانب مشرف انه كمؤسسات يعني خيريه او كذا وكذا تقدم لها، فانت الحين شنو الفكره العامه مالت موضوعك؟ نسفت الجانب الخيري اللي انت اللي تشتغل عليه، بس اشتغلت على جانب واحد بس. نقطه اخيره ابو هاي ممكن يصير سلبي عليك، يعني انا وجهه نظري. نقطه اخيره ابو احمد، بس لانه ولع على احمر. احنا بس انت لما تقدم عمل دائما انا اقول لما تبخس حقك تقدمه بشكل مجاني الناس تبخس حقك. انا في احد المرات كنت في معرض كتاب للكتب المستعمله، ففي احد الكتاب حاط رواياته قاعد يبيعهم يعطيهم الناس مجانا. فواحد اخذ قال ها شنو ذا؟ قال لي روايه. قال عن شو تتكلم روايه؟ قال عن كذا كذا كذا. كتب له الاهداء، يعني كتب له بالازرق الاهداء على الروايه اعطاها اياه. لا بس ما نبيها مجانا رجعها له. فانا قلت يعني لما شفت هالموقف قلت مستحيل لما اطلع مثلا كتاب او شيء اخليه مجاني، لذلك حتى اقل مقربين لي دفعتهم عشان يشترون كتاب. فبس احد عنده اي سؤال قبل لا تفضلي؟ انا بعرف من هاي الحركات الجسد، يعني اذا مثلا انت الخطبه مالت امين اتذكر انت قلت انه هذه الحركه نفيها احنا عقب يمكن خامس خطبه احنا نسوي هذا الشيء. يعني انا ما اعرف ان في وحده يعني بعد في الشغل تقول علمونا حركه الايد اذا كذي ترمز الى كذي، واذا حركه يعني والرجول اذا تحركنا كذي. يعني هذه كلش يعني كل الخطب عندي واو وكلها زينه وكلها حلوه، فما افهم عن اي زين. انا لما تكلمت عن امينه طبعا هي ايش سوت؟ وقفت كذي طالعت تحت، انتقلت هنا بعدين ما وصلت الجزء الثاني من الخطاب. فعندها تقسيم منصه، احنا دائما نقول قسموا منصه يمين يسار منتصف، شوف اليمين شوف المنتصف شوف اليسار. هني اسهل لكم انتم في الحركه ان ما تكون حركتكم مثلا كذي عشوائيه. انا شلون تعلمت هالشيء؟ ابو بدر كان يقول لي ترى احنا محمد انت كل شيء فيك زين بس احنا قاعدين نشوفك كذي. اخذ قلم قاعدين نشوفك كذي لان قاعد تروح قدام قاعد تروح ورا، قاعد تروح قدام قاعد تروح ورا. فدائما تقسيم المنصه واجب يسهل على المتلقي. يعني حركات الايد تتكلمون عنها، الصوت اذا ارتفع اذا نزل اذا ما بعرف شو كذي. ما اسمع الصوت ايش فيه؟ الصوت يعني اذا مثلا من المفروض
في هذا الموقف لو كان ارتفع الصوت يعني انه يكون افضل، انه لا انه المفروض مثل مره سيد حسن كان تكلم عن الوالده، فكان يقول ان هي يوم انه في المستشفى انه كان نازل يعني مرتفع كانه صوته، قالوا له ان المفروض هني موقف حزن، ان المفروض انه تبين فيه الحزن، مو تقول ان ابوي جا ولا كذي يعني، المفروض هني فاهم شلون؟ انه تميز في حسب الموقف شو حسب الموقف بالذات احنا دائما نقول القصص الشخصيه فيها مساحه شاسعه للعب بالصوت، يعني عندك صوت مثلا الوالده، صوت اخوك، صوت الصغير، صوت ما يصير صوت الكبير نفس صوت الكبير، صوت الصغير نفس صوت الكبير، ما يصير الموقف الحزين نفس الموقف السعيد. مثلا قالوا لي في المستشفى ان هذا اخر يوم في حياتي قال لي الطبيب ان بعد كل هذه المحاولات ليس هناك امل، انه اليوم الاخير في حياتي، كذي مثلا بهذه الطريقه يعني. في واحد يعيب على المسلسلات الخليجيه يقول دائما هاني ما يتوافق ويا شو اسمه، يعني تقول له يمه تعال تعشى، يقول له يمه ما بعشى، ليش هالاكشن كله؟ قول بس ما بعشى خلاص. لا هو في لعبه مش حركات الايد. اخر سؤال، حركات الايد. طبعا بحيث اذا قدرتين تمثلين مثلي، يعني مثلا كان عندي تمثيل، اذا ما قدرتين تمثلين فتكون على قولتهم البرج، يعني طريقه البرج بهذه الطريقه يعني، بس ما تكون دائما تبتعدي عن السباب، لا تشيرين الى الجمهور، حتى لما تشيرين الى بهذه الطريقه يعني. شكرا. حييك استاذ محمد. حديث الحفل الأخوة والأخوات الزملاء، مساء الخير. كان خطاب فكاهي بدرجة أولى جدا رائع. ابتدأ توست ماستر محمد خطابه بافتتاحية مؤثرة حينما وقف، ما أقدر أنقل هذه الطريقة، ولكن ابتدى النظارة وظل يتلو بيان رقم 1. هو أراد من خلال هذا البيان رقم 1 ترى اللي جاي شيء كبير وربما تكون مصيبة التفتوا لها، فكان عنده توجيه رائع جدا حتى ينبهنا إلى هذا الخطاب، وفعلا احنا استمعنا إليه بشكل رائع، قد ما أنه في ضحك قد ما أنه من جانب ثاني مبكي. الخطاب كان منظم مثل ما ذكرت، افتتاحية أو مقدمة واضحة ورائعة، ابتدأ بخطاب رقم 1 كان فيه نوع من الحزن، محتوى يحتوي على لغة جسد واضحة وبينها في عدة مواقف، عندما عمل بطريقة يده وهو كأنما يقوم بعملية تدخين وسحبها بهالشكل، فجدا لفت انتباهنا، فكان لها دور، كان يبين شخصية واحد قاعد يتفرج ويبي فقط انه يستفيد، حين ما وضع ايده في جزء في الجيب او في جيبه كان يبين لنا شخصية ناس آخرين. لغة الجسد كانت جدا واضحة. دخل في المحتوى كذلك بعدة شخصيات استغلاليين انتهازيين، واحد قال إن بدي هي اللي جابت لي الفكرة، وواحد اللي قال يعني صمم لي بهي الطريقة، فعدة شخصيات ذكرها من خلال الخطاب. الهدف منها انه يؤكد ترى يعني التفتوا الى الشخصيات التي تستغل وما وراها اصلا ان هي مو مجرد الموضوع ده، حتى اي جانب اخر. ثم انتقل حركه، طبعا المسرح كانت كلش مميزه وواضحه، بدأ في الوسطى وهي المقدمه، ثم انتقل بين فيها مع هذا الشخص اللي قاعد يحتاج الى التصميم وبين حركه الايد بهالشكل وقاعد يدخن،
رد انتقل إلى الجانب الثاني. عموما كان انتقالات جدا رائعة ومنظمة، لكن كم ربط المقدمة أو الخاتمة كانت جدا مؤثرة. حاول أنه يربط المقدمة مع الخاتمة بموضوع بيان رقم 2 وإنا لله وإنا إليه راجعون بطريقة حزينة، أن ترى التفتوا إلى العطاء ليس الدفع فقط، إنما مو بس أنت تعطي، الآخرين لازم يتفهمون هالشيء. جزئية بسيطة، محمد لو حاول يبين لنا الوجهة الثانية، مو شرط الانتهازيين، لو بين لنا من خلال الخطاب الجهات الثانية اللي ممكن هو يساعدهم كجهات خيرية أو ما شابه ذلك، حتى العطاء يكون متساوي. مو حاليا محمد فهمنا منه بس هو لازم يعطونا مقابل عمله مو بلاش. لو هو بين مثلا مقابل هو عطاءه إلى الآخرين يكون أعتقد يكون متكامل الخطاب. لكن في النهاية كانت مقدمة رائعة، محتوى رائع، لغة جسد واضحة، خطاب منظم، خاتمة قوية. كل التوفيق لك وسماحة محمد، وعودة إليك. شكرا توست عيسى غانم على هذا التقييم الرائع. نستدعي الآن المقيم الثاني لهذا الخطاب توست ماستر سيد حسن الساري. حيوه. يطيب لي أن أقيم خطاب التوست ماستر محمد عبد النبي في هذا اليوم الذي امتاز بحس فكاهي وأيضا رسالة واضحة لكل المجتمع. السيد العريف، الأعضاء الكرام، الضيوف، سوف يكون تقييمي له على الجوانب التي أثارتني في حقيقة في هذا الخطاب. فلقد كان في هذا الخطاب الكثير من الحركات التي لم يتكلم بها، ولكن كانت هي إشارات واضحة في هذا الخطاب تعبر عن الحالة التي كان يمر بها في عمله في مشروعه الخاص. فكما يقول يريد أن يوصل رسالة بأن المشاريع الخاصة دائما تطلب بالمجان، بينما عندما تكون موظفا أنك تستلم راتبا وتكون مستقرا، وعندما تكون تعمل في الجانب الحر فإن الآخرين دائما يريدون الأشياء بالمجان. وقد تكلم عن هذه التجربة، وهي تجربة شخصية كانت كثير فيها من المعاني التي كان يشير إليها عندما كان يجلس في المكتب. فكان يجلس بهذه الطريقة وكان منحنيا وكان يشرب السجائر، وهذه الحالة الفعلية الذي يكون عندها المصمم في هذه الحالة، فإنه يكون منهمكا بهذه الطريقة ويدخل وهكذا. وعندما يكون في كل هذه الحالة فإن الآخرين يطلبون الأشياء بكل سهولة ويسدون مقابل. وأيضا ربما هو لا يشرب السجائر، ولكن عبر عن الحالة بهذه الطريقة، وهي حالة الانهماك أو التعب الفعلي الذي كان يشير له، وانحناء الظهر وهكذا. إذا لاحظنا أنه في البداية ابتدأ بصوت يشير إلى التعب، فإنه يلقي هذا الخطاب وهو متعب ومنهك من ما مر به. وأيضا ختم وقفل، ابتدأ بشيء وقفل بنفس الشيء عندما ابتدأ بالانحناء والصوت الخشن والصوت المتعب والمنهك، وأيضا ختم بنفس هذه. فقد غلق خطابه بمثل ما ابتدأ به. وأيضا تكلم عن جوانب جدا تفصيلية عندما قال سأعمل لهم ألوان قوس قزح، فهي عبارة عن
الأشخاص الذين غير مختصين فإنهم يطلبون الكثير من الألوان، فهو مثلها بكلمة واحدة قوس قزح، كناية عن أن الأشخاص لا يدركون ما يدركه المصمم. وأيضا عندما المصلحة التي تأتي ليس من القريب وإنما حتى من البعيد، وقد ذكر شيئا مهما بأن هذا الشخص أرسل له رسائل ولا يرد، حسبته أنه توفى، فالآن عندما يريد الحاجة فإن حتى هذا الشخص المتوفي يخرج من قبره ويأتي يريد أن يأخذ المصلحة من هذا الخطاب، من هذه المهنة. وفي الأخير الخطاب هو خطاب فكاهي بامتياز، وأيضا خطاب عالمي بامتياز، امتاز بموضوع مهم وهو استغلال الأشخاص الذين يعملون في أعمالهم الحرة ولا يدركون. وأنا شخصيا مررت وأشعر بما مر به في هذا الخطاب. وعودة إليك. شكرا توستماستر سيد حسن الساري على هذا التقييم الرائع. والآن ننتقل إلى المقيم الآخر هو توستماستر ولاء. توستماستر أمينة ولاء حسب الآية. ولاء توستماستر ولاء المري، حيوها. سيد لا تسمح لأي أحد بأن يبخس حقك حتى نفسك. المقيم العام، الأعضاء والضيوف الكرام، مساء الخير. أريد أضيف في خطبة توستماستر محمد ربيع التي استفدت منها وألهمتني خصوصا حول المحافظة على الحق. سوف يكون تقييمي للخطة على ناحيتين، الأولى نقاط التمييز والناحية الأخرى نقاط التطوير حسب رأيي الشخصي. امتازت خطبة توستماستر محمد ربيع فقد استعمل إيماءات جسدية ممتازة لإيصال عدة أفكار، وكذلك استخدم الطابع القصصي الفكاهي ليستمتع الجمهور بالفكرة ويتفاعلوا معها. كما استخدم نبرات صوت مختلفة بالمرونة والتوقف المناسب لإيصال الفكرة. أما نقاط التطوير كنت أتمنى بأن يكون هنالك حديث شريف عن البخس بالحق. شكرا توستماستر ولاء على هذا التقييم الرائع والجماع. ننتقل الآن إلى المقيم الآخر توستماستر عبد الله السوال، حيوك. أعلم اليوم أن لا يوجد بعد الآن أن أعمل جرافيك بالمجان بعد أن بخسوا أبقي. المقيم العام، الأعضاء والضيوف الكرام، مساء الخير. يطيب لي أن أقيم اليوم خطبة توستماستر محمد ربيع الذي استفدنا منها بخس العقل. ويوجد لدي وجهتين نقاط، الأولى وهي الامتيازات، والثانية إن وجدت هي السلبيات. النقاط الإيجابية الأولى وهي طبقات الصوت التي كانت موزعة ونبرات بشكل ممتاز، والذي جعلتنا ننغمر بها معك في لحظات الألم والغضب والاندهاش. والنقطة الثانية وهي استخدام الأدوات والإيماءات المساعدة، ولقد تميزت فيها باستخدام النظارة والأوراق
والذي تبين منها أنك مكسور الضعف وكثير الجلوس على الحاسب الآلي من كثر عمل التصميمات المجانية، وأيضا استخدام أكياس البنطلون الذي يدل على الفقر من أثر عمل التصاميم المجانية ولا يوجد أي مدخول لديك. ويوجد بعض نقاط التطوير على أثرها، وهي أنك لم تستخدم في الخطاب رغم أن كان الخطاب مثالي وممتاز، إلا أنك لم تستخدم المنصة بشكل مثالي ولم تستخدم الجهة اليمنى واليسرى، بل وقفت في جهة معدلة فيها. وهذه وشكرا لك. توست ماستر عبد الله السواد على هذا التقييم الرائع والبناء. ننتقل الان الى توست ماستر امينه حسن، حيوها. المقيم العام، الأعضاء والضيوف الكرام، مساء الخير. يطيب لي تقييم خطبة توست ماستر محمد رضي التي استفدت منها وألهمتني خصوصا حول المواقف التي يتعرض لها المصمم. وكمصممة في الجرافيكس أحد أسباب اعتزالي هو استغلال وخصوصا الجهات الخيرية من المساجد والمآتم والصناديق الخيرية إلى المصمم الذي يقدم خدمات مجانية، بينما أحيانا يقومون بالاستعانة بمصممين ويقومون بدفع لهم مبالغ بدون دعم الطاقات الجديدة. سوف يكون تقييمي للخطبة على ناحيتين، الأولى نقاط التميز والناحية الثانية لنقاط التطوير حسب رأيي الشخصي. نقاط التميز: لغة التخاطب واضحة سهلة الفهم، استخدم فيها تنوع في نبرة الصوت وسرعة الحديث بشكل مفهوم، يستخدم التواصل بالعين وإتاحة الفرص للجمهور تفاعل، استخدم إيماءات جسدية بفعالية، واستطاع جذب انتباه الجمهور. نقاط التطوير: بالنسبة لي المجان سلاح ذو حدين تلجأ له في الكثير من الأحيان من باب الإنسانية والمساعدة ودورك في المجتمع، لكن الحد الثاني باستغلال الحصول على الخدمات المجانية. لذلك تمنيت توضيح هذه النقطة، أن دورك كمصمم أو صاحب خدمات أن بعض الخدمات لابد أن تقدمها بشكل مجاني في باب الإنسانية والمساعدة. ختاما، قدم لنا توست ماستر محمد رضي خطبة فكاهية إبداعية امتازت بجذب انتباه الجمهور ونقل تجربته، واقترح عليه في المرات القادمة تبيان فوائد أخرى للموضوع. توست ماستر محمد رضي، أهنئك على الأداء الرائع، وعودة إليك سيدي المقيم.